السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض احلى واطعم صينية كنافة. هنعملها على عين البوتاجاز من فوق. هنعملها كنافة طرية زي اللي كانت ماما وجدتي بيعملوها زمان. يلا بينا نشوف هنعمل الكنافة القمر بتاعتنا دي ازاي. يلا نبدأ مع بعض. بسم الله وعلى بركة رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انا هنبدأ بقى نعمل الشربات. معايا حوالي 3 كوبايات من السكر، عليهم 3 كوبايات من المية، وعليهم نص فلقة كده ليمونية، وكيس فانيليا. هنسيبهم كده على النار لمدة حوالي ربع ساعة، وبعد كده هنطفي عليه. هنبدأ بقى نعمل الكنافة. انا معايا حوالي نص كيلو من الكنافة. هبدأ بقى اقطعها كده بايدي قطع صغيرة، وهضيف عليه على الكنافة حوالي معلقتين كبار من السكر البودر، وهقلب. هقعد بقى كده اقلب السكر في قلب الكنافة كده، اغلفها كويس. وبعد كده معايا كوباية من الزبدة او السمنة، وهضيفها كده على الكنافة، وهبدأ بقى كده اغلفها كويس قوي في قلب الكنافة، علشان الكنافة تبقى متغلفة كويس في الزبدة او السمنة، عشان تبقى معانا طرية ومش معجنة، في نفس الوقت برضه تبقى طعمها تحفة. انا جبت صينية دهنتها زبدة او سمنة، وحطيت فيها الكنافة، وهبدأ كده افردها في قلب الصينية بالشكل ده، وهضغط عليها جامد بايدي عشان تبقى متساوية. على قد ما تقدري تضغطي عليها بايدك، او تجيبي صينية وتحطها عليها وتضغطي عليها بالشكل ده. هنبدأ بقى نسويها على عين البوتاجاز من فوق. تبقى طبعا لازم تكون النار متوسطة، ما تكونش النار عالية. وهبدأ بقى اهزها بالشكل ده، ولما تتحرك معايا اعرف ان هي احمرت من تحت. هجيب بقى كده صينية، وهقلبها على الوش التاني، وهدهن الصينية تاني بزبدة او سمنة، وهنزلها كده في قلب الصينية عشان نحمرها على الناحية التانية. على عين البوتاجاز برضو هبدأ بقى احمرها كده على الناحية التانية لحد ما تحمر معانا على الوش التاني، وههزها كده. واول برضو ما تتحرك معانا وكده نعرف خلاص ان هي احمرت على الناحية التانية بالشكل ده. هنبدأ بقى نسقيها. معايا الشربات طبعا الكنافة يا اما سخنة، او الشربات بارد، او الشربات ساخن والكنافة باردة. هنسقيها كده بالشكل ده، وهسيبها كده حوالي بس 5 دقايق لحد ما تتشرب الشربات اللي فيها. وبعد كده هنقطعها. بصراحة في منتهى الجمال. الطريقة دي سهلة جدا وبسيطة، وفي نفس الوقت برضو يعني الطعم مش هقول لكم تحفة، في منتهى الجمال. كنافة معانا طرية بالشكل ده، وفي نفس الوقت برضو مش معجنة. احلى واطعم كنافة طرية عملناها مع بعض. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. نتقابل ان شاء الله مع فيديو جديد.